اسمع الكلام اللي الكثير ما يبي يسمعه. لا تغركم النتيجة، والله العظيم لا تغركم النتيجة، لأنه ما يعكس اللي صار في أرض الواقع. تم تقزيمنا لمدة 80 دقيقة يا أخوان، 80 دقيقة والله العظيم فريقنا يلعب بدون هوية، بدون شخصية. يا ناس الدقيقة الأولى جالسين نشتت كورة، الدقيقة الأولى فريق الشباب يشتت كورة، تخيل في الكورة في الدفاع شتتناها من الدقيقة الأولى، وتقول لي الشباب لعب مباراة كبيرة. أي كبيرة؟ أي كبيرة؟ بديهي انك اذا رفعت ب10 لاعبين ما راح يتسجل عليك، والله العظيم هذا شيء بديهي. شو الفايدة؟ انت تنافس على الهبوط، الواحد نفس ال5 نفس ال10 يا اخوان. احنا قررنا نهاجم بعد ما دخل 5 لاعبين وبعد ما انطرد مدافع من الهلال، هذا هو الفرق، عشان كذا هجمنا. ولا والله العظيم ان لو ما انطرد كوليبالي ظلينا لل90 احنا راكنين الباص وننتظر ركنيه ولا فاول. 7 مباريات انتصار واحد بس، رسمي احنا في مراكز الهبوط. لا تغرك النتيجه، انت انهزمت. فالكورة في شيء يدعى بالسحر الحلال، احنا قاعدين نقدم السحر الحرام، احنا قاعدين نقدم مستوى معفن، مستوى باهت، مستوى فيه كمية عك بشكل لا يوصف. صحيح نفزنا، انا معكم نفزنا والحمد لله على الفوز، ولكن والله العظيم المستوى اللي حصل اليوم في ارضية الملعب ما له تبرير. يعني عندك الدرج ذا كان من نجوم المباراة وكان نجم المباراة الاول، بلقطة واحدة انطرد واعطاك الوضعية ذي. يعني فجرت امعاء الرجال، ما تبي تنطرد. ناصر الدوسري ادركت انه اساسي ما يصلح تنزله اساسي. ناصر الدوسري بديل ناجح 100% وقادر اني اصنع لك الحلول اذا كان بديل. تخليه اساسي؟ لا، انت كذا تضحي بالمنظومه كامله. والافضل انك تجيب اجنبي في الشتويه بشكل عاجل، ذي تجيب اجنبي مع سافيتش ونيفيز. عموما والله اني افتقدك، والله العظيم انك فقيده، هذا صدق اللي تقول له فقيده، كذا كلمه فقيده سافيتش. عموما مبروكين ذاك 24 ساعه منفس، مبروكين، وباذن الله يتطور مستوانا باذن الله. لاعب واحد مخلي فريقه ينافس على كل البطولات هالموسم رغم كل الإصابات والظروف. يغيب نونيز، يصاب كانسيلو، ماركوس ليوناردو. رجعت القائمة الهلال هي اللحظة اللي خلت موسم الهلال يختلف تماما. يمكن لو ليوناردو راح في الصيفية كان انتهى موسم الهلال من بدري، او على الاقل انخفضت خطورة الهلال كثير. لكن تخيل معي مباراة الشباب يحسمها ليوناردو، المباراة اللي قبلها ضد العدالة يحسمها ليوناردو، ضد الاتحاد يحسمها ليوناردو حرفيا في كل المباريات اللي راح تسجل فيها كلها باستثناء مباراة السد. تأثير مو طبيعي من هاللاعب ماركوس ليوناردو، حتى يعني لو ما سجل لك تلقاه دائما موجود في المكان الصح، هو يسعى بكل الاسباب والباقي على الله. تحية والله لماركوس ليوناردو، نقطة التحول كاملة بموسم الهلال بصراحة. فارس في كل مباريات العالم عندهم، عروض تاريخية جدا، طرق التواصل معاهم موجودة في البايو. كوليبالي انطرد، صارت ليلة كبيرة في المباراة، الشباب كانت عنده فرصة يرجع، لكن ياسين بونو حضر في اللحظة الأهم في المباراة. صلوا على النبي. ألف مبروك جمهور الهلال، هارد لك جمهور نادي الشباب. والله رغم ظروف الشباب كان يعني يقدر على المباراة هذه، والله كان يقدر، لكن المدرب فاشل والله العظيم. مدرب ما أدري وش كان يفكر، يسلم مباراة من بدايتها للهلال بالتشكيلة. يا أخي دخل كراسكو، دخل كارلوس، دخل أوناي، دخل همام. يا أخي بداية المباراة يا أخي دخلت كراسكو، خل عثمان موجود. ضيع مباراة بشكل سهل يا أخي، والله العظيم إنه هارد لك. معوض يا خير جمهور الشباب. أما بخصوص كارلوس والله العظيم إنه نجم ونجم كبير، بتكلم فيه مقطع خاص بعد شوي إن شاء الله. وهذا ترتيب الحين الهلال بعد ما فاز على نادي الشباب، وبكرة مباراة النصر والتعاون والقادسية بعد. صحيح هذه المباريات اللي بكرة بإذن الله راح تكون، ونشوف كم مركز الهلال. طبعا الهلال الحين الثاني، فننتظر بكرة إن شاء الله. في الختام هذا البرنامج الأصفر، نزلت الأهداف بعض التعليقات، بتكلم أكثر هناك. حياكم الله، اسمي بالعربي بس، نشوفكم هناك. يا عمري ايوه يا شيخ. هدف الهلال الاول. القم ايش دخلني انا؟ القم 1-0. اقسم بالله ليوناردو في كل مباراه قاعد ليوناردو الهدف الاول. يسوي كذا يعني ورانا الهلال ناشف في حلوقنا. يا عمري يا متعب، والله تحسب لك يا متعب، والله تحسب لك يا مجنون، والله تحسب لك يا مجنون على الاسيست. ما في مفر، خوفك نخسر بكره. لا تقولها. مباراة دخل فيها مدرب الشباب باسلوب مضاد لانزاجي، وقال له خذ استحوذ على الكرة سلبيا ووريني كيف حتهددنا. تخيل لو الهلال ما استبعد كانسيلو واستدعى ليوناردو، كيف كان بيكون شكل الفريق هجوميا. نقطة اعتقد لازم انزاجي وادارة الهلال يتخذوها، انهم يخلوا نيفيز هو كابتن الفريق. لاعب اليوم اخذ كرت اصفر لانه ناقش الحكم،
هو الوحيد اللي قاعد يناقش الحكم، هو اللي عنده شخصيه القائد، لذلك هو اللي يستحق الكابتنيه. على كل طبعا الهلال عانى بعد الطرد اللي هو اغرب قرار اشوف لاعب ياخذه في حياتي. يعني المفروض كولوبالي راح يهدد مرمى الشباب، قرر ينبرش الحارس وياخذ كرت احمر. والفريق يتراجع وانزاجي يصير يهدف اللاعبين، والمهم نخرج بالفوز، بس هو نفسه بعدها بثواني ما قدر يمسك اعصابه، فصل عليهم كلهم. المهم اخوان لا تنسوا الفولو واللايك. السلام عليكم. سبق وقلت لكم الهلال غير مقنع في الفوز ابدا، ماشيه معاه على البركه، يمشي على البركه، يا انه بيسجل هدف وينام عليه لنهايه المباراه او اخطاء تحكيم تسلك له. بالله هذا تسميه فوز ضد الشباب؟ هذا تسميه فوز؟ قاعدين يدافعوا قدام الشباب في اخر دقيقه، كل اللاعبين دفاع، ما خلى احد، حتى المهاجمين كله طلعوا ويضل يلعب دفاع فقط، لعب ضعوف وما في مرجله ابدا. والحكم غريبه طرد كولوبالي من بدايه الموسم كله تكسير، ما حد يطرده. ماركوس ليوناردو المفروض ياخذ كرت اصفر، كله تمثيل وتسدح وتبطح عند منطقه الجزاء. فوز بالحظ وبالتسليك، ما يفوز الا كذا من بدايه الموسم، كله تسليك وحظ، ما في الا مباراه اقنعك فيها هي الاتفاق، وباقي المباريات كلها تسليك. ما شفت فريق محظوظ مثل حظ تسليك تحكيم. هذا هو حاليا الفريق المنسحب، صار في المركز الثاني بشكل مؤقت لحد مباراه التعاون غدا ضد القادسيه. نشوف غدا ايش حيصير ونقول الف مبروك للفريق المنسحب، فوز بالتسليك.